تسأل ليه؟ يا سامي فضحتنا، نيك حظك انا. من هذا فضحتنا. نتائجه على مستوى شهور 9 تبني بناء. تبني ايش يا صاحبي؟ تبني ايش؟ وعملت الشيء كل شيء تنتظر فقط تجني الثمار. اقول لك أعتقد أن إقالتي كانت بالنسبة لي صدمة، صدمة قوية. صدمة ها؟ اقول لك صدمة. ارجع ارجع تعز، بس ارجع. سيطرة تبغى جدا. أنا ماني عارف كيف سيطرت على نفسي، اكيد ما انت عارف. لكن ليه؟ لأن نابعة من حبي للنادي أولا. عجيب وأنه عجيب يا صاحب البلاد، حب ها؟ نحقق فيه بطولة آسيا. إن لم نحقق حاليا بطولة آسيا لن يأتينا مثل هذا الوقت. ليش؟ لأني أعرف أدق التفاصيل. ما في ولا أحد في نادي تعرف ايش ولا ما تعرف ايش؟ للكبير ولا الصغير يعرف أدق التفاصيل اللي أنا أعرفها في هذا الفريق اللي بنيته في 8 9 شهور. وكنت أراهن على كل شيء. من المقولات اللي أنا قلتها لابد أن نحضر لاعبين أجانب مدافعين ايوه حتى نفوز بكأس آسيا. عجيب، تحقق الآن. ما شاء الله ما شاء الله. أول ما توليت التدريب نادي الهلال، سعود كريمي، تياغو، ناصر الشمراني، ديقا وكواك. طيب ليش ما حققت كاس اسيا؟ انا حظك انا. المدرب الروماني طيب ليش ما حقق كاس سيكوندو كاسيلي. الدوري ولا الملك، كاس الملك؟ خططي ولا بس شغل كلام بس؟ مهاجم بجانب ما شاء الله ما شاء الله. ياسر القحطاني. يعني يصير عندي 3 مهاجمين على المستوى هذا، أجنبي على مستوى عالي، مع ناصر اللي أعتقد أنه يعتبر لاعب أجنبي. ايوه افريقي، صح مناصر صح كلامك يا ناصر، افريقي. السنة اللي فاتت الجميع أعجب في كل، لأن ياسر أخذ تحدي. أعتقد ياسر يحتاج إلى من يفهمه ويطلع فيه الروح هذه اللي جواته، اللي هي روح التحدي. حل المباراة، وهذا الديمقراطية في بين سبورتس. عجيب ديمقراطية ها؟ أجل انتخابات ها؟ ميلان أمم، أمم. يا صاحب البلاد ما تخبر؟ واعتذرت مباراة الهلال والعين. اكيد تعتذر، ما لك شو وقت. ما اعتذر لأنه عندي شغل، ولكن كانت ممكن. لكن اديت وجهة نظر، ما اقدر احلل المباريات. اكيد ما تقدر، ما لك وقت. احترافية. ثاني شيء احتراما وتقديرا عجيب احترام. لمعرفة النادي الهلال. لانه انا اعتقد انه كيف يعني كيف احلل ايش؟ احلل هذا شغلي. كيف شغل ايش يا سباك؟